ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. من غير اسياخ ومن غير خطوات كتير هنعمل النهارده مع بعض احلى صينيه شيش طاووق. كله كده في صينيه واحده ومش هتقف كتير. لو مستعجله في نص ساعه هيكون الاكل بتاعك جاهز. ده غير ان الطعم بجد خطير جدا وريحتها في منتهى الجمال. سهله كده ولذيذه، وجنب تقدم كده جنب شويه رز بسمتي وهتاكلي بالف هنا احلى صينيه شيش طاووق هتجربيها النهارده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. في الاول كده انا معايا هنا كيلو ونص من الاوراق متقطعه مكعبات. تقدري تستخدمي صدور او اوراق، انا كان متوفر معايا الاوراق متقطعه كده مكعبات. طبعا دي مغسوله ومتنشفه كويس جدا. ومعايا هنا البهارات بتاعتي. هنزل هنا بمعلقه كبيره بابريكا، بصل بودر، توم بودر، ومعايا هنا ملح والفلفل، ومعلقه كبيره طبعا من بهارات الشيش. وانا هسيب لك برده كل المقادير بتاعه البهارات. معايا هنا معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من الكاتشب، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الصويا صوص. هقلب ده كله مع بعضه. عايزه اقول لك وصفه لذيذه جدا وسهله كده وسريعه وبتنجزني بجد لما اكون انا مثلا متاخره في الغداء او مثلا ما عندي شغل، ففي ثواني بتكون جاهزه معايا. انا هقلب بقى كل ده مع بعضه عشان برضو الفراخ بتاعتي تشرب التتبيله. عندك وقت بقى تقدري تعمليها من بالليل، دي مفيش مشكله. إيه، ما عندكيش وقت برضو هتاكلي بجد احلى صينيه شيش طاووق، طعمها وريحتها خطيره جدا. انا هنا كنت مقطعه خضار عباره عن بصل، وقطعت هنا فلفل الوان، احمر اخضر اصفر متوفر عندك مفيش اي مشكله. وتقلبيه كله مع بعضه. هقلب بقى الخضار كده مع الفراخ عشان كله برضو يشرب من التتبيله بتاعتي. هنزل هنا بمعلقتين كبار من الزيت، ومعايا هنا ربع كوبايه من الميه. مش هزود طبعا لان انا لسه الخضار بتاعي هينزل الميه بتاعته. في الوقت ده انا كنت مسخنه الفرن بتاعي طبعا. كده الصينيه بتاعتي جاهزه بجد، سهله بسيطه كده في منتهى الجمال. هجيب هنا ورقه كده من الزبده اغطيها، ومعايا هنا ورقه من الفويل هقفلها وادخلها الفرن. وبكده الغدا بتاعي يكون جاهز في ثواني، سهله وسريعه. يا دوب كده تكوني خلصتي الرز بتاعك، تكون الصينيه بتاعتك طلعت وتطلع معاكي في منتهى الجمال. ما بتاخدش وقت في التسويه خالص بجد، سريعه كده ومنجزه. الطعم بقى وريحتها مش قادره اوصفلك قد ايه كانت ريحتها خطيره جدا. يا رب الوصفه تكون سهله كده وتعجبكم تكون بسيطه. ما بتاخدش وقت وهتطلع معانا بالجمال والحلاوه دي. الطعم بتاعها خطير والريحه بجد كانت فظيعه. متاكده ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفات تانية جديده باذن الله. ويا ريت ما تنسيش تعملوا اللايك وتعملوا اشتراك عشان يوصلك كل جديد معانا. قدميها بقى مع رز بسمتي او اي مكرونه اللي تحبيه، وان شاء الله اشوفكم على خير.